الفترة دي أفضل فترة فنية الزمالك بيمر بيها من بعد رحيل جوميز. الزمالك مع جوميز كان ليه فلسفة وليه طريقة لعب وبيلد أب وبيعتمد على لعيبة معينة في الخروج بالكورة. تحس إن الزمالك ساعتها كان ليه شكل فعلا، والزمالك فعلا ساعتها كان من أقوى الفرق في مصر وقدر يكسب الأهلي، والأهلي ساعتها كان أقوى فريق في أفريقيا. فدلوقتي الفنيات أنا حاسس اللي واقف على خط جوميز. أنا حاسس إن الزمالك بتاع جوميز قريب جدا، بل الزمالك حاليا يتفوق من وجهة نظري على جيل جوميز او فترة جوميز، لان في لعيبة دخلت للزمالك من وجهة نظري هتضيف كتير جدا جدا للزمالك. خلينا على طول كده نخش في الحلقة، بس استأذنك لايك سبسكرايب تفعل لي زر الجرس ويلا بينا نخش في الحلقة. زي ما قلت لك افضل فترة فنية الزمالك عدى بيها من فترة كبيرة هي كانت فترة جوميز، وبعد رحيل جوميز الزمالك دخل في مرحلة تخبط شديد جدا، لان خلاص الزمالك كان بدأ يقف على رجليه. فبشوف ان الزمالك دلوقتي مع نيك فيريرا هو خلاص دلوقتي. الراجل ده ذكي جدا على فكره، هو الراجل ده انا متاكد 100% اللي هو لما جه مسك الزمالك شاف اخر 5 6 مدربين مسكوا الزمالك، وشاف مين اكتر مدرب نجح مع الزمالك ونجح ليه وايه طريقه اللعب اللي هو لعب بيها وبدا يطبقها. فالراجل ده لما شاف طريقه لعب جوميز وشاف ان جوميز هو افضل مدرب دلوقتي تقريبا بنسبه 90% نفس افكار جوميز هي اللي بتطبق في الملعب. الراجل بيعتمد على تقريبا نفس التشكيله اللي جوميز كان بيعتمد عليها باختلاف في بعض الاسامي اللي رحلت عن الفريق. بس الراجل ده قدر فعلا يوصل بالزمالك لافضل مرحله فنيه الزمالك وصل لها مثلا من سنتين. ماتش المصري كان خير دليل على كلامي، وماتش المصري بالنسبه لي مهم لان انت كنت بتلاعب منافس قوي. المصري دلوقتي على الورق هو افضل فرقه في مصر، الفريق المتصدر الدوري، الفريق اللي ما خسرش ولا ماتش، الفريق اقوى خط هجوم. فانت بتلاعب تيم قوي جدا، فان انت تقدر تسيطر على الماتش كله وتقدر تلعب قدامه بالشكل ده، لا دي تثبت لك ان الراجل ده شغال ويوم عن يوم بيتطور. واكتر حاجه بتثبت لي ان الراجل ده بيشتغل وان الراجل ده يوم عن يوم بيفهم وبيعرف امكانيات اللعيبه اكتر تفصيله عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في بدايه الموسم مع الراجل كان بيلعب رقم 10، رقم 10 صريح، بيستلم بظهره وبيلعب تحت المهاجم. فطبعا عبد الله السعيد لو تفتكر في اول ماتشين في الدوري عبد الله السعيد كان اسوأ واحد في الملعب. فالراجل زي ما قلت لك حب يفهم ليه عبد الله السعيد كان وحش كده، مع ان عبد الله السعيد من افضل اللعيبه اللي كانت بتلعب في الفترات السابقه قبل ما هو يجي. فبدا يدور، لقى ان عبد الله السعيد مع جوميز اللي هو افضل مرحله فنيه زي ما قلت لك الزمالك عدى بيها، وزي ما قلت لك هو عايز يرجع افضل مرحله فنيه الزمالك عدى بيها. فشاف ان عبد الله السعيد ساعتها كان بيلعب رقم 8، كان بينزل يستلم بوشه، بينزل بين السنتر باك هو اللي بيطلع الكوره، وفي نفس الوقت انت مش زنقه في مركز معين، مش زنقه في مساحه صغيره وبتخليه يستلم بظهره. لا، عبد الله السعيد في مركز 8 شايف الملعب، بيستلم بوشه، الرؤيه كلها مفتوحه قدامه، انت مش زنقه. فلما شاف ان عبد الله السعيد ده افضل مركز ليه وافضل اداء، طلعه في ثانيه رجعه تاني لمركز 8. الراجل ما عانتش، الراجل من ثالث ماتش تقريبا عبد الله السعيد بقى بيلعب رقم 8. عبد الله السعيد رجع تاني لمستواه ايام جوميز بالظبط. انا شايف فورمه عبد الله السعيد دلوقتي هي نفس فورمه عبد الله السعيد ايام جوميز، وعبد الله السعيد دلوقتي هو دلوقتي المايسترو بتاع الزمالك. ودي حاجه تثبت لك ان الراجل مش بيعاند، الراجل مش بيكابر، الراجل عايز يوصل بالزمالك لافضل شكل. واكتر حاجه تثبت لك ان الزمالك في ريحه جوميز، او جوميز تحس هو اللي واقف على الخط، ثلاثيه نص الملعب. ثلاثيه نص الملعب اول واحد لعب بالثلاثيه دي هو جوميز. الزمالك متعود دايما، والناس كلها كانت متعوده، والناس كلها في مصر بتقول ان انت لازم تلعب بالستتين، لعيب 2 6 ورقم 10. دي اللي احنا كنا متعودين عليها، قعدنا فيها 20 سنه لغايه ما جوميز جه. هلعب بلعيب رقم 6 واثنين جنبه تمانيتين او الاثنين لعيبه كوره يقدروا يمسكوني كوره ويخلوني امسك كوره على اي حد. فثلاثيه جوميز كانت دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر، وقدر يلعب بيها قدام ماتش في ماتشين الاهلي، السوبر الافريقي والسوبر المصري. وفي الماتشين مسك كرة على الاهلي، وفي الماتشين كان افضل من الاهلي. نفس الثلاثيه بتتعاد تاني مع يانيك فيريرا. الزمالك دلوقتي الثلاثيه بتاعته في نص الملعب دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. فانا بقول لك انا متاكد 100% ان الراجل ده شاف المدربين اللي مسكوا الزمالك وشاف مين افضل واحد فيهم. انا متاكد 100% اللي هو مش بيقلد جوميز، هو بيحاول يوصل لافضل مرحله. مش اللعيبه دي طلعت امكانياتها في الفتره دي، تمام، انا ما عنديش مشكله، انا هديلهم نفس المواصفات والامكانيات اللي هم طلعوا امكانياتهم فيها. فثلاثيه نص الملعب للزمالك انا شايفها ثلاثيه قويه جدا، وبالاخص مع تالق دونجا. دونجا من وجهه نظري الناس كلها كانت بتقطع فيه وانا كنت بقطع فيه، بس يعني سبب ان الناس كلها كانت بتشوف ان دونجا
سيء ان دونجا كان دايما بيبقى مطلوب منه مهام هجوميه، ودايما مطلوب منه اللي هو اللي يمسك الزمالك كوره، لان كان دايما بيلعب جنبه لعيب رقم 6 سواء محمد شحاته او ايا كان اللي بيلعب جنبه. فدونجا من الاخر بيفرد صدره وبيعوز يحسسك اللي هو بيرلو وبيعمل حاجات في الكوره، فمن هنا بتبدا تشوف عيوب دونجا. لكن دونجا لما بيلاقي جنبه عبد الله السعيد وناصر ماهر، هو مش مطلوب منه كوره ومش مطلوب منه يعمل فنيات ويتشقلب، هو مطلوب منه الطبيعي، مطلوب منه العادي السلس، اقطع واسلم، اضغط كويس، اقطع الكوره واسلمها لعبد الله السعيد او اسلمها لناصر ماهر. فالموضوع اتسهل عليه، ما بقاش يتلخبط في الكوره، ما بقاش مشتت، في 2 لعيبه كوره جنبه بيساعدوه. احسن حاجه تعملها لعيب كوره اللي انت تحط جنبه 2 لعيبه كوره او تحط جنبه حد لعيب كوره، فدونجا مستريح. فاذا دونجا دلوقتي شايل الزمالك، لان دونجا دلوقتي عامل دوره، انا لعيب رقم 6، دونجا امكانياته لعيب رقم 6 بيضغط بيقطع الكوره بيسلمها، دي امكانيات دونجا دلوقتي. فدونجا هو قادر يعني امكانياته متوظفه صح، مش محتاج تشوف من دونجا فنيات ومهارات عاليه. فعشان كده دونجا دلوقتي هو افضل ديفندر موجود في مصر. فثلاثيه نص الملعب الزمالك مدياله تقل، مدياله استحواذ على الكوره، مدياله وقت كبير على الكوره، بيقدر يمسك الكوره قدام اي حد. والمصري على فكره فريق متعود دايما اللي هو نسب الاستحواذ بتاعته عاليه. امبارح الزمالك مستحوذ طوال المباراه. الخط الهجومي بقى او الثلاثيه الهجوميه هي دي اللي فيها شويه كلام، والراجل عمال يغير والراجل عمال يحط، وانا شايف ان الراجل لحد دلوقتي لسه محطش ايده على افضل ثلاثي للخط الهجومي. هو حط ايده على واحد بس، وده افضل صفقه جت تقريبا دخلت مصر في اخر 5-6 سنين، وافضل صفقه للزمالك، والزمالك فعلا لها حته اثار، وهو خوان الفينا. خوان الفينا ده لعيب كوره، لعيب هيفيد الزمالك جدا، لعيب عنده حلول بالكوره غير طبيعيه. وفي نقطه كمان ان خوان الفينا ده لسه ما وقفش على رجليه بنسبه 100%، يعني لسه بدنيا الراجل ده مش جاهز قوي، الراجل ده بتيجي عليه الدقيقه 70 بتلاقي الكيرف نزل. فانا عايزك تتخيل معايا خوان الفينا ده لما يقف على رجله بنسبه 100% وبدنيا يعلى وفورمه الماتشات ويبدا يخش في فورمه الماتشات. انا بقول لك اهو، جماهير الزمالك مش هتنسى زيزو، جماهير الزمالك هتنسى برايم شيكابالا في 2011. خوان الفينا ده امكانيات مرعبه، لان الراجل ده بيعمل المطلوب من الوينج مطلوب منه ايه؟ اللي هو بيستلم الكوره ويعمل حاجه غير متوقعه، يستلم الكوره ويروح على المدافع يرقصه. فالراجل ده جاي لك بيعمل البيزك بتاع الجناح. فاحنا بقالنا سنين او احنا لحد دلوقتي على مستوى مصر كلها الجناح اللي في مصر مش فاهم دوره، الجناح اللي في مصر بيستلم ويسلم. لا يا حبيبي، الجناح انت المفروض جناح، المفروض اول حاجه تفكر فيها الصعب مش السهل. انا مش جايب جناح عشان تعمل لي السهل، انا عايزك تعمل الصعب. السهل ده المفروض الناس اللي هي ما عندهاش حلول هي اللي تعمله، لكن انت المفروض راجل دلوقتي انت اللي بتحل. فاخوان الفينا هو اللي بيحل، الراجل كورته سهله، سريع، قوي. واكتر حاجه عجباني فيه بره عن فنياته وبره عن كورته وبره عن مهارته وبره عن جرأته، الروح اللي عنده. الواد ده عنده كميه روح، هو فاهم يعني ايه زمالك وفاهم يعني ايه جمهور الزمالك. تحس ان الواد ده هو يعني دخل في المود بتاع الزمالك ودخل في المود بتاع النادي الجماهيري، والواد عايز يلعب والواد عايز يثبت نفسه وعايز يروح يحتفل مع الجماهير. فالروح اللي عنده دي بتبقى صعب قوي تلاقيها في لعيب برازيلي. اللاعبين البرازيليين دايما انا باخد الفلوس واروح اسهر بيها بالليل واجي الصبح العب والموضوع منتهي. لا، لكن الواد ده لا، مركز قوي وعايز فعلا يفرح الجماهير. ده اول واحد في التلت الهجومي معلوش عليه كلام، والزمالك مستريح والزمالك لقى فيه كل اللي هو عايزه. المركزين بقى الباقيين اللي هو الوينج الناحيه الثانيه والفيرود، دول اللي الزمالك من وجهه نظري لسه ما وصلش لافضل اتنين، ولسه التركيبه ما كملتش. ناحيه الشمال انا شايف ان شيكو بنزا يعني شايفه لعيب عادي، مش بحجم خوان الفينا، وباين قوي قوي يعني اللي الواد ده مش مركز في الكوره، وباين اللي هو مشاكله كتير. بانت في اول ماتش اتبدله طلع راح شوح، بانت في الماتش اللي فات جاي من البلد متاخر، سافر وجه متاخر فملحقش المعسكر، فباين اللي هو حواراته كتير. باين قوي صوره على الانستجرام بتاع تاتوهات وبصص في الارض. وغير كده كمان في الكوره ما حسيتوش بيحنكش كتير قوي. يعني انا بصراحه مش شايف اي فرق خالص بينه وبين مصطفى شلبي، بالعكس والله العظيم مصطفى شلبي اجمد منه. والله مصطفى شلبي اجمد من شيكو بنزا 40 مره. يعني انت لو انت بتفاضل بين حد، مصطفى شلبي مصري، مش مش حاجز لك مكان لعيب اجنبي، مش واخد مكان في الفرقه، وفي نفس الوقت اكيد راتبه اقل من شيكو بنزا.
وانا شايف ان كامكانيات والله العظيم ما في اي حاجه زياده عن شيكو بنزا ما كانتش موجوده في مصطفى شلبي نهائي. انا شايف ان مصطفى شلبي اجمد منه. فشيكو بنزا شايفه لعيب عادي، مش هو اللعيب، مش بحجم الناحيه الثانيه زي ما قلت لك خوان الفينا. فالناحيه دي في الزمالك عليها علامات استفهام. هو الراجل بيحاول يدخل ادم كايد، وبرده ادم كايد من وجهه نظري بعيد كل البعد عن اللي هو يلعب في المركز ده، مش هو خالص اللعيب اللي يلعب على الخط. ادم كايد ده يبقى بديل ناصر ماهر وعبد الله السعيد الاول، يعني اول بديل على الدكه ناصر ماهر وعبد الله السعيد هو ادم كايد. فدي نصيحتي ليانيك فريرا، ما تتوهش ادم كايد، وما تكرهش الناس فيه، وما تقللش ثقته في نفسه، لان الواد ده عنده امكانيات عاليه جدا بالكوره. بس في نفس الوقت يعني تخيل نفسك كده، حطيت عبد الله السعيد وينج ليفت، حطيت ناصر ماهر وينج ليفت، فاهم؟ هم هيأدوا بالشكل اللي ادم كايد بيقدم بيه ده. فادم كايد انا شايف ان هو لعيب كويس، بس حته الطرف الملعب دي ظلماه. افضل حاجه ليه اللي هو يقعد على الدكه لناصر ماهر وعبد الله السعيد يبقى اول بديل لهم على الدكه. فاذا الوينج ليفت في الزمالك لسه لحد دلوقتي مفيش لعيب منور، مفيش لعيب يطمنك زي الوينج رايت. الفيرود من وجهه نظري برضو لسه عدي الدباغ برضو نفس الموضوع. مش شايف ان عدي الدباغ يبقى هو الفيرود الاساسي لنادي الزمالك. مش يعني مش داخل دماغي قوي، يعني شايفه لعيب عادي جدا، ولا قوي ولا سريع. كورته كويسه شويه، يعني ما بينزل الكره في رجله مش وحشه، الكره في رجله بيقدر يسلم ويستلم كويس، دي نقطه ايجابيه. بس يعني انا يعني مش ما شفتش فيه شراسه، ما شفتش فيه ضغط، ما شفتش فيه غل، ما شفتش فيه قوه، ما شفتش فيه سرعه. عنده نواقص كتير قوي يعني. فانا لحد دلوقتي لا، مش هو الفيرود بتاع الزمالك. فبشوف ان برضو مركز الفيرود يانيك فيريرا محتاج يجرب حد فيه. وانا بشوف ان عمرو ناصر لو لعب وخد الوقت اللي عدي الدباغ بياخده، وحولت الثقه من عدي الدباغ لعمرو ناصر، عمرو ناصر يقدر يدي لك الدور ده افضل من عدي الدباغ. عمرو ناصر يعني السنه اللي فاتت مع فاركو لعيب عنده كل الامكانيات، هو بس ناقصها اللي هو لو مش مخضوض، لو ما خدش الخضه بتاعت الزمالك وانا بلعب في الزمالك وجي ولعب بنفس الاداء اللي كان بيلعب بيه في فاركو، فهو مكسب للزمالك، ويبقى رقم واحد في الزمالك، يبقى المهاجم رقم واحد في الزمالك. وفي لعيب تاني انا من وجهه نظري لو لعب وخد وقت هيبقى اهم صفقه دخلت الزمالك مع اخوان الفينا، هو محمد اسماعيل. محمد اسماعيل السنتر باك لعب امبارح في ماتش المصري. انا بشوف ان محمد اسماعيل افضل مدافع في الزمالك بدون منافس. كورته نضيفه جدا، عيل عاقل قوي سريع، ما عندوش مشكله في الترنات، واثق في نفسه كامكانياته وككواليتي. ولا حسام عبد المجيد ولا الونش يقعدوه. محمد اسماعيل ده لو ركب وخد الثقه ومسك في المركز يلعب على اي حد، يلعب على اي حد. وبقول لك اهو هتبقى محمد اسماعيل هيبقى اهم صفقه مع اخوان الفينا. ففي النهايه انا بشوف دلوقتي ان يانيك فيريرا مع الزمالك حط ايده بنسبه 90% على افضل تشكيل. الراجل دلوقتي قدر يتعرف على امكانيات اللعيبه. بشوف ان الزمالك دلوقتي عنده لعيبه تقدر تأديله بشكل كويس، باستثناء طبعا زي ما قلت لك الزمالك دلوقتي الوينج ليفت والفيرود هم دول اللي لسه الزمالك ما حطش ايده عليهم. بس مكسب مهم قدام المصري. الزمالك دلوقتي بادئ الموسم بدايه كويسه جدا، بدايه صح يعني. اتعادل ماتش وخسر ماتش، يعني ماتش واد دجله ده هو ده الماتش اللي لازم يتشال من الحسبان. لكن غير كده بدايه كويسه جدا للزمالك. وانا شايف ان يانيك فيريرا مدرب كل ما ياخد وقت، وكل ما يقعد مع الزمالك في وقت اطول، كل ما هيطلع كرة احسن، وكل ما هيعرف امكانيات اللعب اكتر. ففكره ان الراجل ده لو اتعادل الماتش الجاي او ما لعبش كويس الماتش الجاي الناس تطلع تقول يمشي لا، الراجل ما يمشيش دلوقتي. الزمالك دلوقتي محتاج استقرار ومحتاج هدوء. الزمالك غير مدربين كتير قوي، فانت مش هتجيب حد افضل من اللجوم. خلاص بقى يعني، خلاص بقى انت دلوقتي لازم تاخد الريسك وتسيب الراجل ده على الاقل الدور الاول كله، اديله الدور الاول كله، ال 17 18 ماتش ياخدهم كلهم. ما تتكلمش معاه في اي حاجه غير الدور الاول، لان انت كده كده مش تخسر قد ما خسرت. ما انت جالك مدربين خسروا كتير، وجالك مدربين. فانا شايف دلوقتي ان الراجل بادئ بدايه كويسه، الراجل محتاج شويه وقت، اديله الوقت بتاعه. واتمنى جماهير الزمالك تهدى عليه. الراجل ده عنده حاجات كتير يطلعها. وبس كده، دي كانت وجهه نظري في شكل الزمالك حاليا وماتش المصري. هستنى دعمك، وهستنى برضو رايك في الكومنتات عن شكل واداء الزمالك. ولو انت لسه مكمل معايا لغايه دلوقتي هستنى منك لايك، سبسكرايب،
فعلي زر الجرس. شكرا لوقتك.